السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. جيتكم اليوم بإن نوفيل فيديو اللي هي وصفه جديده، واللي هي وصفه الطريده، ولا كيما نقولوا شخشوخه القسنطينيه. انا هنا كنت استعملت هذا النوع اللي تجي الساشيه نتاعها هكا باللون البرتقالي. نتوما كيما تحبوا، كل وحده كيما حبت دير النوع اللي حباتو. انا ديما نستعمل هذه، تجي شويه خشينه، وانتوما كل وحده وكيما تحب. في اناء كبير ولا قصعه، انا هنا كنت استعملت هذه القصعه، جبت فرغت فيها هذيك الثريده وندير لها شويه تاع الزيت ونشمخها بشويه تاع الماء. هنا ما لازمش نكثروا الماء ياسر. انا هنا كنت استعملت تقريبا نصف كاس. درك تشوفوا في الفيديو الكاس اللي استعملته هو كاس ام وليد، درت فيه نصف كاس ماء وفضل لي من ربع. هذا هو الكاس. تقدروا تقولوا اني استعملت الربع الكمية فقط. هنا مع الاول ما لازمش تكثروا الماء ياسر، اذا كثرتوا الماء راح تجيكم معجنة ومن بعد ما تقدروش تفوروها. شوفوا الكمية نتاع الماء اللي بقت لي شحال. نخليها بجهة تنشف ما بين ما رحت حضرت المرقة، ومن بعد نرجع ليها ونفورها. نجيب راس تاع بصلة كبير، لازم يكون كبير، ولا تقدروا تستعملوا زوج متوسطين. انا هنا كنت استعملت راس واحد فقط كبير باه تجينا المرقة خاثرة. لازم تستعملوا واحد كبير باه تجيكم المرقة خاثرة. مع سنة نتاع ثوم تكون حجم متوسط. نرحيهم مع بعضهم في الاشوار ونخليهم بجهة ما بين ما يتقلى معنا الدجاج. باه تجينا المرقة ولا لاصوص تاعنا نتاع الفريدة مليح، لازم اول شي نبدو بالزبدة نقلوها مع شوية تاع اللحم ولا الدجاج. انا هنا كان عندي الدجاج، كان عندي فقط كمية صغيرة. نخليهم يتقلاو مع بعضهم على نار هادية ومن بعد نعاود نرجع لهم. نروح للثريدة نتاعي بعد ما كانت نشفت، نروح نفورها تفويرة الاولى. نخليها حوالي 10 دقائق هكاك تفور معانا، ومن بعد نعاودو نرجعوا لها. هنا بعد ما كان الدجاج تاعنا تقلى، نروح هنا نضيف البصلة ونخليها تتقلى مليح مليح. قبل ما نضيف الطماطم لازم تتقلى مليح مع الدجاج. الكمية نتاع الطماطم انا هنا كنت ضفت مغرف ونص، ومن بعد زدت مغرف كاملة، يعني كامل كلش 2 مغارف ونص. ونخليها حتى هي تتقلى، نمدلها وقتها في التقلية. انا هنا نحب اي حاجة نمدلها وقتها في التقلية باه تجيني الماكلة بنينة. درت معاهم مغرف تاع كروية ونصف مغرف تاع فلفل احمر وشوية تاع الفلفل الكحل، وهذه الحبيبان تاع الجامبو مع شويه نتاع الملح. ما تكثروش الملح ياسر لانه درنا جامبو. ومن بعد كي تذوقوها اذا لقيتوها مسوسه راكم تزيدوا نورمال. بعد ما كانوا تقلاو المكونات مليح، نضيف كميه من الماء. شوفوا انا هنا قداه درت.
بعد ما فارت الثريدة التصفيرة الاولى، نجيب هذا الماء اللي كنا فورنا فيه الثريدة نصبه فوق هذيك الثريدة كامل، يعني نرشوا بيها الكمية كامل نتاع الماء، نرش بيها هذيك الثريدة. شوفوا كيفاه ما راح تتعجن، ما راح يصرى لها والو، بالعكس راح تجي طايبة وتهبل. بعد ما تنشف شوية من الماء نروح نفرغها في هذيك القصعة ونخليها تنشف مليح مليح من الماء، حوالي ربع ساعة هكاك وتنشف. كي تنشف من الماء ندير لها شوية نتاع الزيت وشوية نتاع الملح ونعاود نرجعها تفور التفويرة الثانية، وهي سخونة هكاك نبقى نحل فيها بيدي. نفركها بين يديا هكا مليح كيما راكم تشوفوا في لا فيديو باه ما تجينيش معجنه. نخليها تفور التفويره الثانيه ونروح نقلي هذاك الدجاج. بعد ما كنت نحيته من المرقه جاتني خفيفه شوي، نخليها تختار. بين ما راهي تختار نروح نقلي هذاك الدجاج. هنا بعد ما كان كلش طاب نروح نخلط الثريده نتاعي مع المرقه باه يتجانسوا المكونات ونخليهم يتجمروا شويه، ومن بعد نوريهم لكم في صحن التقديم. في الاخير ما عليا غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتخلوا لي جيم وكومنتير.